الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. اشتغالاتي في الشأن العام متنوعة، منها ما هو أدبي ثقافي ومنها ما هو سياسي تحليلي. في الحيز الثقافي دأبي تحريك الأسئلة أكثر من إعطاء الأجوبة، لكن في الحيز السياسي أحاول قدر المستطاع تقديم رؤية تحليلية تنطوي على بعض الأسئلة وبعض الإجابات وبعض الإشارات، وصولا إلى اجتراح حلول للمشاكل العالقة في سوريا والمنطقة. وكذلك لمن يعرفني ومن لا يعرفني، أحاول قدر استطاعتي أن أشكك بالسردية الرسمية، يعني السردية الرسمية غالبا ما تنطوي على الكثير من الدجل والمبالغة والتلفيق، جريا وراء مصالح معينة، وبالتالي أجد نفسي بالضد من السردية الرسمية للنظام السوري السابق وللنظام السوري الحالي، نظام أبو محمد الجولاني. ولدي القدرة يعني على الفصل ما بين سوريا الدولة، سوريا الوطن، والنظام السوري الانتقالي المؤقت الذي يرأسه أبو محمد الجولاني. بإمكاني الفصل بينهما، لكن دائما أنصار وشبيحة ومتسولي هذا النظام، نظام أبو محمد الجولاني، دائما يخلطون ما بين الاثنين. يعني إن جرى انتقاد هذا النظام يصار إلى تصدير الأمر وتفسيره وظلما وزورا وبهتانا على أنه خيانة وضد الدولة وضد سوريا ولا يريد مصلحة سوريا. نفس المستوى من الرفض موجود لدى سلطة قسد عندما أقدم رأيا نقديا أحاول فيه إبراز موقفي من سلوكيات وممارسات قسد على الصعيد السياسي والعقائدي والإداري. دائما هنالك من يبرز ويرد ليس الحجة بالحجة بل الحجة بالشتيمة، الفكرة بالشتيمة، الموقف المتوازن الموضوعي بالتهديدات والشتائم. يعني والموقف النقدي هكذا يعني سيلقى الرفض من الطرفين، من نظام الجولاني ومن سلطة قسد، إدارة قسد الموجودة حاليا في شرق الفرات. هنالك خطاب كراهية فظيع وتراشق على السوشيال ميديا وتراشق على على المستوى السياسي والإعلامي أيضا. نبرة التخوين والتراشق وخطاب الكراهية موجودة في خطاب نظام الجولاني بنسبة أعلى وأكبر، يعني لا يمكن أن نساوي بين الطرفين. يعني النظام الجولاني يحتكر الفضاء العام، المؤسسات العامة للدولة، الإعلام العام والموازي التابع لنظام الجولاني، وهنالك صرف على هذا الإعلام، شراء ذمم. يعني هنالك سعي حثيث ومستميت من سلطة الجولاني لتسجيل نقاط ضد قسد إعلاميا جماهيريا تحشيديا، لكن على المستوى الآخر خلف الأبواب المغلقة هنالك كلام آخر لا يراد لجمهور نظام الجولاني الاطلاع عليه. يعني أمام الشاشات نمور وأسود، لكن خلف الأبواب المغلقة قطط وفئران مذعورة لكي
يتمسكنون حتى يتمكنون من يعني حجز مواقع، وقضية كلها بحث مستميت عن الشرعية. يعني نظام الجولاني حتى هذه اللحظة، منذ لحظة سقوط ال النظام السابق، نظام بشار الأسد، وهو مستميت بحثًا عن الشرعية بصرف خليجي، يعني مش من كيسه، من كيس القطريين، السعوديين، بطريقة أو بأخرى على حد تعبير حمزة مصطفى. هذا النظام يبحث عن الشرعية، الشرعية العربية، الشرعية الإقليمية، والشرعية الدولية، وخطى بعض الخطوات في هذا الاتجاه لكي يكتسب جزءًا من شرعية قسد. قسد منذ تشكل التحالف الدولي المناهض للإرهاب كيان شرعي، كيان شرعي، وقلتها وأكرر: قسد جيش بدون دولة، جيش بدون دولة من حيث القوة والعدد والعتاد والخبرات، كل هذه التفاصيل، بينما نظام الجولاني دولة مهزوزة بدون جيش، يعني دولة معترف فيها بأنه عضو في الجامعة العربية، و عضو في هيئة الأمم المتحدة، وهذه ليست إنجازات الجولاني طبعًا، يعني بأثر رجعي. يعني الاستقلال السوري واتفاقية عام 1900 واتفاقية الجلاء 1936 لم يكن الجولاني طرفًا فيها يعني وقت ذاك، لا هو ولا أبوه ولا جده ولا اللي يعني اللي له علاقة بالجولاني. مقصدي من هذا الكلام دائمًا الموقف النقدي أو إعطاء صورة مختلفة عن السردية الرسمية، عن الرواية الرسمية للأحداث، يلقى هجومًا تعسفيًا من قبل أنصار الجولاني، والهجمات على هوشنغ وسيل لم تتوقف ولن تتوقف. أنا أطلقت استطلاع على صفحتي على حسابي في الفيسبوك إنه آآ ما يُشاع ويروج له في إعلام الجولاني ووصف قسد بأنها قوة احتلال أو سلطة احتلال. طيب تعالوا نناقش الأمر بهدوء، يعني أيهما سلطة احتلال؟ النظام الجولاني أم قسد؟ أطلقت هذا السؤال، هذا الاستطلاع، و يعني النتيجة المبدئية للحظة تسجيل هذا الفيديو كانت هذه. النتيجة المبدئية في حدود يعني 90 إلى 89% يقولون إنه نظام الجولاني قوة احتلال، وأنا أميل إلى هذا الرأي رغم أنا صاحب السؤال وطارح السؤال. نعم، أنا منسجم مع هذا الأمر ولي حججي، وسأقولها الآن لكم لماذا. يعني قسد ليست قوة احتلال، والأقرب إلى أن يمكن اعتبارها قلت يعني قوة أو سلطة احتلال هو نظام الجولاني. عمومًا يعني هل هذا التوصيف يعني يُثار إلى ضخه في إعلام الجولاني، والجمهور يمُج ويلوك هذا الوصف، قصد قوة احتلال، يمُجّون ويلوكون ويشترون هذا التوصيف الذي لا يستند على أرضية قانونية وأرضية واقعية ومنطقية وأخلاقية أيضًا. لكن نظهر ونرى على إعلام الجولاني باحثين وصحفيين ومحللين لا يضعون أيديهم على ضمائرهم العلمية والثقافية، ويطلقون هكذا توصيفات كيفما اتفق دون سند وبرهان، ويعني برهان يُعتَدّ به، يعني هكذا جريًا على ما
تمليه سلطة ونظام الجولاني، أنه ينبغي التركيز على هذا التوصيف. هذا المصطلح يضخ في الإعلام، تتلقفه الحشود، تكرره بجهالة وببغائية ريثما يستقر في الأذهان، لكن عندما تأتيهم بسند وبرهان يبدد سرديتهم ويطعنها ويكشف مدى هزالها بالمنطق والحجة، طبعا الناس عدوة ما تجهل، يبدأون بالهجوم والشتم واللعن والسباب وقسدي وقنديلي وبويجي وكل ما يخطر في بالكم من شتائم مقذعة مقرفة بشعة تعبر عن كنه وحقيقة نظام الجولاني.